السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بشرى. أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قرارها في مصير مواجهة فريق نهضة البركانية وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري لحساب إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وعلمت سبورت من مصدر مسؤول عن اللجنة سالفة الذكر أقرت خلال اجتماعها التي عقدت الأربعاء فوز فريق نهضة بركان بثلاثية نظيفة على اتحاد العاصمة الجزائري، مع اعتبار الأخير مسحبا من المواجهة بحكم أنه لم يكن أمام مانع قانوني لخوض اللقاء. وأوضح المصدر نفسه أن لجنة الأندية قررت إحالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للكاف، ما يهدد اتحاد العاصمة بعقوبات جديدة ستضاف على عقوبات الذهاب. وكانت محكمة التحكيم الرياضية الطاس قد رفضت طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتوقيف قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي.